هقول لكم دلوقتي على شويه بدايل تقلل تكلفه التشطيب عندك. اول حاجه بلاش تجيب سيراميك فرز اول، ممكن تجيب فرز تاني الفرق ما بينهم مش كبير، ممكن ما تحسش بيه اصلا. لو دهانات جوتن غاليه عليك ممكن تجيب دهانات GLC او تجيب دهانات سكيب، مش هتحس بالفرق برضو الى حد ما، ولكن الاثنين بناخدوا برضو منهم ميزه الوان الكمبيوتر. برضو ممكن تستغنى عن الجبسن بورد وتكتفي بس بكورنيشه موجوده في السقف داير ما يدور، او من غير كورنيشه خالص. ممكن تعمل سقف سوكه مستقيمه ما فيهوش اي كورنيشه او ما فيهوش اي انواع من الجبس، هيدي لك ايحاء كبير ويسع السقف معاك. الجزء الظاهر اللي معايا في المطبخ هو ده الجزء اللي هنهتم بيه. بالنسبه للسيراميك اللي موجود فوق او السيراميك اللي موجود تحت ده كله بيبقى متغطي، ممكن نشتغل عليه فرز تاني او فرز تالت في السيراميك، فمش فارق معايا. زي ما احنا اهتمينا مع بعض بالحاجات اللي نقدر نوفر فيها، في حاجات ما ينفعش ان انت توفر فيها خالص. بالنسبه لبند الكهرباء، بالنسبه لبند السباكه، الحاجتين دول في الشقه ما ينفعش ان احنا نوفر فيهم اي حاجه. ليه؟ لازم بنجيب فيهم افضل اسلاك عشان ما يحصلش لا قدر الله اي نوع من انواع الكوارث معانا. او بالنسبه لمواسير السباكه الداخليه، دي حاجات ما ينفعش نوفر فيها لانها هتسبب لنا مشاكل فيما بعد بنسبه كبيره. اخيرا اللايك والفولو، استنونا الفيديو الجاي.